الاخوان ديالنا نخليكم هاد لافيديو الشيخ عبد الله النهاري كيعلق على ديك السيده اللي في وسط الجامع كتخطب وهي متبرجه. يا بلدي، يا بلد الإسلام، يا بلد الإيمان، يا بلد التقوى، يا بلد القرآن، يا بلد الأولياء، يا بلد الدعوة، يا بلد السنة، يا بلد المساجد، يا بلد حب الله، يا بلد حب رسول الله، يا بلد التفاني في خدمة الإسلام، يا بلد الكرماء، يا بلد الشهداء، يا بلد الأولياء. ما دهك بلدي؟ ما الذي أصابك؟ أليس المصائب التي تصيب البشرية كلها منذ كورونا على الأقل، وحبس الماء من السماء، وغور الماء في الأعماق، أليس هذه رسائل ربانية تدفعنا لمراجعة الحسابات في بلادنا في علاقتنا مع ربنا؟ ألم يقل تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون؟ أليس المقصود والحكمة من هذه البلايا لأمة الإسلام أن تراجع دينها، أن تصطلح مع ربها؟ ألم يقل تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا؟ حينما تبتلى الأمة بالبأساء فعليها أن تتضرع ليرفع الله عنها البأساء، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أتريدون أن تنتقلوا إلى المعنى الثاني من الآية حينما لا نرى أبدا تضرع الناس حينما أصبنا بهذه البأساء وهذا البلاء وهذا الداء؟ أليس حريا بالعقلاء والحكماء والأولياء في هذا البلد أن يقوموا بمراجعة دينهم ودعوة الناس لمراجعة المسلمين لدينهم حتى يرفع الله عنا البلاء؟ ألا تعرف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما أنزل الله من بلاء على أهل الأرض إلا بذنب اجترحوه، ولن يرفع الله عنهم البلاء إلا بتوبة يحدثوها. ولذلك فإننا بإذن الله تعالى نتطلع كثيرا إلى أن يرفع الله عنا البلاء بعودة العباد إلى رب الأرض والسماء. ألا تعرفون أنه عندما يكثر عياذا بالله الخبث يكون ذلك سبب من أسباب نزول الهلاك؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث زينب بنت جحش: أنهلك وفينا الصالحون؟ قالت: نعم، إذا كثر الخبث. ألم يقل تعالى: ما كان ربك ليهلك القرية ولا قرية بظلم وأهلها مصلحون؟ يعني لا يهلك الله تعالى أبدا القرية والظلم موجود فيها إذا وجد فيها المصلحون وليس الصالحون الذين ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف. ألم يقل تعالى أن من ميزة ما فضل الله عليكم على سائر الأمم أن تتوفروا على شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ألا إن المصلحون يكونون إن شاء الله تعالى من كل طبقات الشعب: العلماء والأولياء والزهاد والدعاة والعوام من المسلمين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ألا ترى أن ترك عياذا بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك مدافعة أهل الفساد وإخلاء هذا الموقع للمفسدين لكي يفسدوا في الأرض هو من أكبر أسباب إنزال العقاب على هذه الأمة؟ ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هكذا يقول الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل. ألا ترى عياذا بالله أن الأمة إذا تركت الأمر والنهي فإن الصلحاء قد يتقدمون الصفوف ويدعون الله ولا يستجاب لهم؟ إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعياذ بالله هو الذي يؤدي إلى سفينة المجتمع التي تمخر عباب البحر أن تغرق حينما لا يقوم الواقفون القائمون على حدود الله الذين أصابوا على السفينة، وأولئك الذين والعياذ بالله وقعوا في الحدود فأصابوا أسفل السفينة. فكان الذين
وقعوا والعياذ في الحدود في أسفل السفينة. إذا أرادوا ماء الحياة يمرون على من فوقهم، وإذا بهم وبناء على الحرية الفردية التي يدعو إليها هؤلاء يقول لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا فلم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم يخرقون السفينة التي يركبها الجميع القائمون على الحدود والواقعون فيها يغرقون جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا ديننا. الله تعالى يقول في كتابه في سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إخواني الكرام، كنا نعيب على مصر ما رأيناه من صلاة في العيد في الساحات وقد برزوا إلى الله تعالى، كتف المرأة بجانب كتف الرجل، واستنكرنا هذا الأمر وقلنا هذا أمر والعيا غريب في الأمة. لكن ما كنا نتوقع أن في بلد المغرب تظهر امرأة تجلس على كرسي رسول الله في مسجد من المساجد. كنت أكاد لا أصدق لولا أني رأيت العلماء والدعاة تحدثوا عن ذلك، وأن هذا الفيديو وأن هذه الصورة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير انتشار النار بالهشيم. امرأة بلا حجاب، شعرها منسدل على الأكتاف، وتلبس لباسا ليس لباس المرأة المصونة المتحجبة، وأين في بيت الله الحرام، ويحضر الرجال لكي تتحدث عن أمور المهم لا يهمنا الموضوع. لو أنها دخلت إلى بيت الله الحرام أو إلى بيت الله تبارك وتعالى بحجابها ولباسها المحتشم وقامت تخطب في الناس، ما أثارت كل هذه الزوعة وهذا الاستنكار عند العلماء، عند الدعاة، عند المصلحين، عند عموم الشعب، قوبلت باستنكار عجيب عجيب عجيب. ولذلك هذا أمر غريب على بلدنا. ما دهاك أيتها البلاد المسلمة أن يكون فيك مثل هذه التصرفات الغريبة العجيبة التي لم يشهد التاريخ في هذا البلد منذ دخول الإسلام إليه مثيلا. ما هذا الذي نراه؟ إن الإنسان يكاد يقفز قلبه من قفص صدره خوفا على هذا البلد، خوفا على مآلات هذه التصرفات، خاصة حينما لا تجد من يمنعها قبل وقوعها. وأتعجب للعقلاء كيف يتم السماح بهذه الطريقة لامرأة أن تظهر في الناس. الإخوان ديالنا كما شفتوا الشيخ عبد الله النهاري علق هذيك القضية ديال السيدة اللي دخلت للجامع، قال لك هذيك ماشي جامع، هذيك راه زاوية، يعني الزاوية ديال الشركيات. السلام عليكم.